ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم عبد الرحمن ثانوي اسيستنت. تعملوا سبسكرايب ولايك زي ما انا كاتب هنا، ويلا بينا نخش في موضوع الفيديو على طول. انا ليه بتكلم بالراحه؟ عشان عدت الفيديو دوت يخشوا 100 مره، عشان حاسس ان المعلومه مش بتوصل كويس. مبدئيا كده، هو انا ليه بعمل الفيديو دوت؟ من الاخر كده، انا النهارده هقعد حوالي 8 ساعات كده مذاكره. يعني انا بصور الفيديو دلوقتي الساعه 8. تمام. هخلص التصوير وهقعد 8 ساعات، فقلت ان انا اقول لك البروسيس اللي انا بمشي بيها، وبرضه افوقك يعني. من الاخر كده، الفيديو دوت هتجيب 5000 مشاهده. تقول لي ليه يا عبد الرحمن هيجيب 5000 مشاهده؟ لان هو من الاخر كده في ناس كتير قوي او كلكم حاسين ان انتوا فايتكوا حاجه. يعني حاسس ان انت لما تخش على الفيديو دوت، انا هقول لك على حاجه انت ما تعرفهاش، بس انا جاي اقول لك بقى حاجتين. مبدئيا كده، هو انت مش فايتك حاجه. هو فعلا اللي في دماغك صح، اللي انت هتتعب قوي لدرجه ان انت تقعد تذاكر كتير. بس انا بقى جاي اقول لك حاجه تانية برضو، اقول لك على شويه خطوات تعملها. فاهمني؟ هي تبان ساذجه، هي فعلا ساذجه، مش تبان بس. مبدئيا كده، حدد انت هتعمل ايه. اظن بقى انت يعني بقيت خبره في الموضوع ده، بقالك 4 شهور تمام بتكتب انت هتعمل ايه بس. مش هضحك عشان دي نكته وحشه. تمام. المهم، النقطه اللي بعديها ان انت هتعمل اللي انت كتبته. حد بقى يكون بقى يا عم ده شكل واحد من العيال اللي بتحرق على اليوتيوب، وش على الفيديو التاني، فاهم؟ وانسى المذاكرة يا عم. مذاكرة ايه؟ ايه ده؟ واحد داخل طب؟ يا نهار اسود، ده تلاقيه بيخلص ده بيذاكر كام؟ 16 ساعة في اليوم؟ لا، ده انا هخش على الفيديو ده. يا نهار اسود، 100,000؟ لا، ده انا بقى 100,000 مشاهدة. السلام عليكم يا جدعان، رجعت لكم فيديو جديد. النهاردة هنتعلم ازاي نذاكر 24 ساعة بدون روت. ما علينا. ايه اللي انا بعمله ده؟ والله العظيم، ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه اللي انا بعمله ده؟ ما علينا. رجاله، خلينا نخش في الخطوتين اللي انا عايزك تعملهم. اول خطوه ان انت تكتب انت هتعمل ايه. اظن انت بقيت خبره في الموضوع ده. هتكتب انت هتعمل ايه خلاص بالترتيب. انا مثلا هعمل الماده الفلانيه، بعد كده الواجب في الماده الفلانيه، بعد كده الماده الفلانيه. بالترتيب، لازم بالترتيب، لان ده بيوفر عليك تفكير. لو انا خلصت حاجه اقعد بقى افكر انا هعمل ايه بعد كده، لا، مكتوب تخش على طول، عشان ما يبقاش في مساحه ان انت تسرح او تتشتت، او ان انت تقول ايه ده انا ناسي مش عارف ايه، طب انا هقوم اعمل حاجه مش عارف ايه، طب انا هقوم اكل بتاع، تقعد تضيع وقت. ما تقعدش كتير. فاهمني؟ فانا عايزك تكون يعني قاعد خلاص مجهز مثلا ال6 ساعات الجايين انت هتعمل ايه. فاهمني؟ تكون قاعد مجهز انت هتعمل ايه في ال6 ساعات دول. هو ده اللي انا عايزك تعمله. تمام. ايه تاني خطوه؟ تعمل اللي انت كتبته. طيب، اظن ما عندناش مشكله في الخطوه الاولانيه. الخطوه التانيه هي اللي عندنا مشكله فيها. بص يا زميلي، هو فعلا زي ما انت متوقع بالظبط، الموضوع كل اللي محتاجه تعب. فاهمني؟ دي عضله. تمام. انت بتمرنها النهارده، قدرت تقعد ساعه، بكره ساعه و5 دقايق، بعد بكره ساعه و10 دقايق، بعد بكره ساعه وربع، بعد بكره بعد بكره هتلاقي ساعة ونص. فاهمني؟ تقعد تزيد. عايزك تقعد تزيد، تقعد تزيد من دلوقتي، تقعد تزيد، تقعد تزيد، تقعد تزيد. تيجي ايام المراجعات تقعد 10 ساعات عادي مرتاح. هتقعد 10 ساعات. انت هتقعد 10 ساعات، ايوه. لو انت يعني بذمتك شايف المنظر ده، يعني يبين عليه ان هو يقدر يقعد 10 ساعات. والله العظيم قعدت 10 ساعات ايام المراجعات، والله العظيم. ولو دخلت على قناتي الاساسيه ولقيت الفيديوهات اللي انا كنت منزلها ايام ما انا كنت في ثانوي حرفيا، هتلاقيني بقى بقول ان انا مراكم وان انا فاشل وان انا ما، بس طبعا كله بهزار يعني. فاهمني؟ فعادي يا اسطى، كل الناس بتقعد كتير قوي، بس انت تاخدها واحده واحده. انت مشكلتك ان انت بتقارن نفسك بواحد صاحبك مثلا بيذاكر اولى وتانية ثانوي. فاهمني؟ مين اصلا كان بيذاكر في اولى وتانية ثانوي؟ يعني الناس الويرد بس هي اللي كانت بتذاكر في اولى وتانية ثانوي. بهزر طبعا، بس يعني ما تقارنش بنفسك بواحد قعد سنتين اصلا بيذاكر كتير. فاهمني؟ فانت ما تحاولش فجأة ان انت تكون بتعرف تقعد 8 ساعات. لا، دي ما بتحصلش في يوم وليله دي. عشان واحد مثلا يتحول من ان هو بيقعد 3 ساعات، فاهم، لان هو يقعد 8 ساعات، دي محتاجه لها شهر ونص من الاخر. عشان تقعد كل يوم تزود على نفسك 10 دقايق، كل يوم تزود على نفسك 10 دقايق. طبعا بقى حد دلوقتي يقول لك طب خلاص بقى انا كده بعرف اذاكر 3 ساعات، خلاص هقعد الشهر ونص الجايين بقعد 3 ساعات بس. انت عبيط يلا. لا يا حبيبي، انا بتكلم دفعه. يعني 3 ساعات ريست، بعد كده 3 ساعات ريست، 3 ساعات. فاهمني؟ ما مش عايز استهبال، معلش يعني. بس هم دول يا جماعه الخطوتين اللي انا عايزك تعملهم. فاهمني؟ اي مشكله عندك صدقني دي بس انت محتاج تتمرن. خلي هدفك ان انت تقعد تدوس على نفسك دلوقتي، تدوس على نفسك دلوقتي، تدوس على نفسك دلوقتي. كل ما تدوس على نفسك اكتر، كل ما المده بتاعتك هتزيد وتستحمل اكتر. تيجي في وقت المراجعات خلاص بقيت متعود على الضغط، فتقعد 10 ساعات بتراجع. فاهمني؟ تاخد بقى حصص المراجعه العملاقه وتقعد تحل كتير قوي، وتحل من كذا مكان وكل اللي انت نفسك فيه ده. فاهمني؟ عشان تخش الامتحان كده وانت ايه، مرتاح. قشطه يا كبير. بس يا جدعان، صدقني انت مش فايتك حاجه. ما تقعدش تتفرج على فيديوهات كتير. كل ده ملوش لازمه. كل الموضوع بس انت، الموضوع في الاول وفي الاخر فيك انت. عمر ما الفيديوهات، او عمر ما حتى ما انا، عمر ما حد من يعني اي عامل خارجي هيقدر يأثر عليك في الموضوع ده بالذات غير انت. لازم انت اللي تيجي منك انت. قشطه يا كبير. سلام يا رجاله.